طلع بقى. بسم الله. العود بتاعك في المايه. متحملش عليها. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا محبين هوايه الصيد في كل مكان. النهارده زي ما قلت لك هنشتغل على الدكر الاحمر. اقول لك العده المستخدمه. انت عايز تصطاد بعود جبر اصطاد، كده كده في الايام ديت بياض هتغلط معاك ببياض. عندك عود رقع يبقى احسن. ليه بقى؟ عشان الايام دي زي ما قلت لك كده السمكه منها بتفحر عشان تعمل الصحن بتاعها تقف فيه، او تحط عيالها فوقها وترجع تبخهم تاني والكلام ده كله، فبيبقى بقها طري. فما تقرصش على السمكه. لما بيبقى العود بتاعك رقع ما بيديش عزم للسمكه ان هي السن يخرج من بقها او يشرم او الكلام ده كله، لان بقها بيبقى طري. انا بصطاد بخيط 30 وبرمل ب 18. واهم حاجه في الشغلانه دي الفله بتاعتك تبقى يا دوبك الريشه الحمراء ديت اللي باينه. ما تحطليش فله كبيره قد كده، لان السمكه لما بتحس بتقل ما تاكل معاك نقرناره تقوم سايباها تاني. اول ما تحس ان الفله تقيله ومعاها تقل كده، الحاجه الخيط الرفيع والفله الخفيفه ديت بتسرق السمكه. ليك اي استفسار اكتبوا لنا في الكومنتات، ويلا نبتدي الفيديو كده ونشوف ربنا هيكرمنا بايه. جاي معاك. انت معلم. صلى على النبي. ايه رايك يا ابو شريف؟ زي الفل. عايز تعلم الصيد يا باشا تابعني، هعلمك تجيب سمك، بس المعلمين لا، عشان المعلمين ما تزعلش. بقول لك يا اهو مصطفى، بولت الاحمر اهو. بقول لك ايه؟ قول لي. مفيش اختها في الميه؟ في اخواتها كتير. عايز اي تفاصيل عن الفيديو هحط لك اللينك في اول تعليق ان شاء الله. فيديو كامل هحط لك تعليق في اول لينك. طلع بقى. بسم الله. العود بتاعك في المايه. متحملش عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. حسب يا طاير. يلا بقى انت اللي نصيب ليك بقى يا عم عطية. اتصورت. نزلها افتح البتاع مش باين. ايه ايه ها جاي معاك. الله ده ده غير غباي وجاي مصدره ايه. غب جنبه اهو. ده بتاكله؟ خد، هو جميل بيتاكل. ما بتاكلوش ما ترموش في الميه تاني، عشان بيكون طول السنه شغاله تفرغ وتملى. لو شويه طعم بتخلصهم في ثانيه. خلاص يا جماعه نختم الفيديو بتاع النهارده على كده. ليك استفسار عن اي حاجه، عن المكان، عن الطعم اللي تصطاد بيه، عن الخيط، عن اي حاجه انا نسيتها في الفيديو اكتبها لنا في الكومنتات. يلا كل سنه وانتم طيبين.